الليله كان في جخم بتاع مسيرات. انا لولا محزور كان فرطقت الميديا دي. جخم زي الجخم، اول حاجه واهمها امانه الحكومه. الجغمه دي هزت ميليشيا الدعم السريع وكل القادات البارزين الكتلوا المساليت الى جهنم وبئس المصير. لن يتبقى الا اللواء خلجي واحد. حتى كوشيب قالوا التحديثات انجغم، لكن قبل قالوا تعبان وفي حاله خطر. والجغمه الثانيه في صرف عمره، قسما بالله يا جماعه المسيرات دي بتضرب بالملي. هدفها بالملي. تحيه للناس السايقه المسيرات دي بالملي. اركب العفن. داير المتحركات بدل ما واحد اثنين يبقى 20. داير يا جماعه الجنجويد منتهي. جنجويد منهار. عددوا المحاور. اقسم بالله البكايات الليله واي. الناس دي شفتوا دايرين لهم كشه بس. كشه بس. زودوا المسيرات دي، زودوا الفتك واضربوا ولا رحمه. هجوم من 7 محاور. هجوم من 7 محاور. اخواننا في الجيش والمشتركه تذكروا اماتنا هناك يا ناس. اماتنا المزولات بالفاشر، اماتنا المستنيات الفرج. ارموا قدام. انا ما داير جنجويد ينوم، وما داير ناس المشتركه براهم. داير الجيش والمشتركه وبراؤون ودراعون والاجهزه الامنيه كلها. داير البل من كل فج عميق. يا جماعه الناس دي منهاره، الناس دي منتهيه، الناس دي راقده دخوه. اقسم بالله بعرضوا زي اخواته. محمد منعنا معنا عرض الفتك والمتك. ليله زول ينوم ما في. زول الليله في الميديا دي ينوم ما في. بالمناسبه نيو جيم يا اخي، نيو جيم يا اخي. الناس اللي يا دوب قال لك اسمه نيو جيم ده لسه ما لعبوا. ده لسه ما لعبوا نيو جيم. لا يا محمد، نيو جيم ده فجخ. نيو جيم يا اخي. ناس جايه جواها غبن، جواها عزيمه واصرار. جنجويد يتبلع. تحيه لنيو جيم يا اخي. تحيه ليكم يا اخي. تحيه ليكم وربنا يسعدكم ويحفظكم يا اخي. اماتنا في الفاشر منتظراتنا ومنتظرات انه نرمي قدام، يا نموت يا نصرين. شوف تاني الرجعه ما في لورا. الرجعه لورا تاني ما في. نمشي منطقه نقعد نترس. لا قدام بس. حتى نخوه ساي بتاعت سودانيين كجيش مشتركه لما المرأة السودانيه تقول يا ابو مروه مفروض جياش تاني نوم ما في. البس بوتك الفاشر ما تفوتك. لا ترمي قدام يا جماعه. ما كل مرة نمشي ونقعد ونرتكز. لا ما في كلام زي. لازم اماتنا دنا الحقن ونصلن. ناس ترمي قدام يا جماعة. كفاية خلاص. احنا ما قادرين نتحمل الفيديوهات دي، وما قادرين نشوف اماتنا ينزلل، وما نجي نطالب القادات بالتحرك تجاه الفاشر. قادة الجيش والمشتركة كلام ده بقى كتير وطفح كيلو. انا ما داير تحرروا لي قرية وتقيفوا فيها نرتكز في القريه لا ما في كلام زي ده. جنجويد الدفر فت دفر الفاشر جوا. ما في زول تاني ينوم في مدينه. ناس القاعده في المدن كان جيش كان مشترك مرقوا يا نسوان بنادن. النسوان بيستنجدن. ناس كلها ترمي قدام. البس بوتك. احنا لبسنا الكاكي ده عشان اماتنا، عشان المرأة السودانية لا يمكن تزل ونحن قاعدين في معسكرات. اي ذول قاعد في اي ولاية جيش مشترك ارمي قدام. قاعد لي في معسكر تسوي شنو؟ عندك شنو؟ بتسوي في شنو؟ المسيرات الاخيرة دي كلها انطلقت من تشاد. وزير الامن التشادي الجديد الجنجويدي ده هو اللي قاعد يلعب بكاكا. ورسالتنا لشرفاء الجيش التشادي، لشرفاء الجيش التشادي ولشرفاء تشاد. وين شرفاء الجيش التشادي؟ وين شرفاء الجيش التشادي؟ الجنجويد دارين يطردوا حنا من اراضيهم، والجنجويد الان استنفروا على اساس قبلي وعرقي، ومناشداتهم على اساس قبلي وعرقي لطرد اهل البلد. ناس القاعده في معسكرات تشاد
ناس القاعد دول كلنا مع بعض، ده فوراوي ده زغاوي، الدور جايك، دور جايك. ما في زول يتفندقن، ما في زول يتفندقن، واي مستنفر في السودان ده استنفر خلف القوات المسلحه. انت جاهد الان ترمي قدام، خلاص الخرطوم اتحررت يعني نهايه الحرب، لا يعني والجزيره اتحررت لا يعني نهايه الحرب. اي زول استنفر يرمي قدام، ناس في الشماليه ترمي قدام، متحركات من الشماليه ترمي قدام، متحركات من الوسط ترمي قدام، كل الناس ترمي قدام يا جماعه. اوي معركه دي معركه وجوديه، معركه دي ما فيها لعب، معركه دي ما فيها لعب. ومن يظن ان الحرب انتهت وهو قبي، حرب بتنتهي لما نحرر دارفور وكردفان، حرب بتنتهي لما نصل زي ما قال كباشي محل المسيرات دي ونشوفها بتجي من وين، نشوف ياتوا دوله بتكلب ثاني بترسل المسير. اي لن تنعم بالامان ايها المواطن السوداني والا بنهايه ميليشيا الدعم السريع. عشان كده كلنا نرمي قدام، كلنا جيش مشترك، ما في زول يحارب برا، كلنا مع بعض. اي زول يدي محور ويموتوا. لبستوا الكاكي ده دفاعا عن المراه السودانيه وعن الارض والعرض. كيف بتنوموا وتشوفوا فيديوهات زي دي والمراه السودانيه في دارفور بتموت؟ نحن لابسين الكاكي ليشنو؟ عشان نهن كلنا. واي ما تقول لي مشتركه قاعد لك في مدينه ولا جيش قاعد في مدينه، ناس ترمي قدام بس كل الغول فاشل جوا. يجي فلنقاي رخيص بكاتل مع الدعم السريع. اسمع لك الابراف واديني رايك. الجمرة الخبيثة الأمس اتفقوها بتاع الحياد دخلوها لنا داخل القوة دي، وأمس نصها سلم ونصهم قاعدين بيحاربوا فوق ونصهم بنطوا الأحداثيات ديل، هم ديل الفيسبوك وفوق بيطعنوكم بخنجر مسموم. الشيء الثاني المسيرات اللي اليوم ضرب الزالين ضرب الجنينة ده مداهن من قبل عندهم هم الترمورة، لكن المدى بتاعي ما بوصل. اليوم لما شالوا ابو قمره مداهن وصل وضربهم كل يوم في حواضنكم، وهسه حاليا ضربنا الجنين والوالي مجروح وضرب الذالنجي، وغدوه هيضربن بيضه ويضربن فربرقه ويضربن ريد البردي ويضربن دياله. اتساقطوا يا عرب، المخازنه خلوها. اولا اللعب وقت انتهى، والهزار وقت انتهى، والعاطفي وقت انتهى، كلام اهالي وزغاوه اهالي وفلان اهالي. الناس دي اتفقناهم وجبناهم، فرشنا لهم الحرير، اكلناهم لحم الغنم، ركبناهم في السيارات المكيفه وحطيناهم حقائب وزاريه، وهو امس سلموا لاهله. امس وقت القوه هجمت ابو قمر هم مش يسلموا لاهله. شفتوا والله ما شفتوا؟ عشان ده الحمار جواد ما بيبقى، والماء ولدت من بطنك ما بيبقى لك ولد. الساقطوا يا عرب، ابقوا ناس، ابقوا افهموا، خلي المرضوق بيخاف من جبهه الحبل. نحن لينطم الساقطوا من 82 نحن في المر، الفرس المركوبه حقتنا، البت المخطوفه حقتنا، الطياره المشوله حقتنا، الشيبان المقتول حقنا، الولد المقتول حقنا، السارقين حقنا. لامتى نساقط؟ لامتى نفهم؟ الرجاء الخاص، اي واحد فوقكم يسمع الرساله دي خليه يشيرها قدام. الحدود دي اول مره بالنسبه للناس، الناس المشكله ناس قلبوس والناس ابو قمره دي. المشكله دي كمان حلت أراو خطيره، وهذه بتوصلكم في البيت، هذه بتوصلكم في فرقكم داخل الساقطوا، لان هذه مزعومه من مكان انتم بتعرفوه، انا بعرفه الاخر بعرفه. حدو واكرب القاش وقت الحرب انتهى، وقت في طابع ثاني، ناس صميمه وناس ابو قمره ما هي واحد، في فرق. الناس دي قاتلوا، هذه مكان عيالهم، وده مكان نسوانهم، وده مكان بناتهم، وده مكان ابهاتهم، وده مكان شرطاتهم، وده مكان سلاطينهم. ها بيداوسوا بشراسه. اياكم تغفلوا، وهذه الفرصه الاخيره. اذا كان هدوم امتداد، هدوم كل ما برطل، كل لو كنت وجع بطن، كل برطل كل معاهم، مساليت مراريت ابو شارب كلهم مع بعض، وما تقولوا فلان، ما فيش عيال. اي برطل لكم وجع بطن، اقربوا الحزام وخلوكم على الامام. يا خطه يا نطه، يا تنتصر والا الساقيه الحمراء، تعرفوا تماما الى الامام. ابو عبده قال كل الزرقاء بيلقاكم وجع بطن، وذكر القبائل الزرقاء بتاعت الزرقاء في دارفور. ويعني اي زرقاوي بالله ما فيه خير وما تلموا عليكم. ودي العقليه العنصريه بتاعت الجنجبيد البدوبه من زمان، وحتى الان بيقتلوا بهنا في دارفور. والكلام ده يا جماعه هو مش لاهل دارفور بس،
لكل مواطن سوداني حيكتلوا الجعلين، حيكتلوا الطلاقلة، حيكتلوا المحس، حيكتلوا الجمهورية، حيكتلوا السكرية، حيكتلوا قبائل السودان. الناس دي بالمناسبة حيكتلوا كل القبائل واستنفارهم على أساس قبل وعرقي. عشان كده أنا ببدأ بحالي في دارفور. أوي أكرب قاشك.